نتشرف اليوم سيداتي سادتي باستقبال فنان يتميز بقدراته العالية على أداء مختلف الطبوع المحلية في الموسيقى الأندلسية، الفنان توفيق عون. تحية كبيرة من فضلكم لتوفيق عون. قلبي وقلبك، قلبي وقلبك مجروح مجروح مجروح. بالله يا ابن الورشان دي سلامي الغسل البان، طيمة مدبلة العيان الدار قاعان عيني، العقل طار بلا جنحان سفر امشى خلاني. امان 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 امان. يا بيتون يا عزيزة عليه يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 لا. شكرا يعطيكم الصحة. توفيق عون بارك الله فيك، ما شاء الله، قامة فنية. وأسعد بدعوتكم من السيد محافظ المهرجان الفنان إلياس بن بكير، كما أتشرف بدعوة الباحثة الأستاذة فايزة محتاري تتفضل معنا والتي شاركت معنا في محاضرات المهرجان. وأسعد بدعوة واحدة من ضيفات شرف هذا المهرجان في الصالة الافتتاحية، الفنانة اليابانية ناهومي كوياسو. جميل جدا. Really I'm surprised how this بالعربية جميل جدا رائعة. شكرا جزيلا للفنانة اليابانية المحبة لي. كيجيو لي ميوزيسيان يقول لك انا حاب نقي ودنيا نروح نخدم مع توفيق عون. توفيق انا بالنسبه لي حرصت انه يكون حاضر معنا لانه مولوع بالمالوف، وانني نشوف في الشيخ براشي، نشوف في براشي تصفيق على الاستاذ براشي وحاضر معنا، اروح هنا بتكرم. دونك توفيق انا ماشي ما نشوف صوته عادي، نشوف من اعظم الاصوات الجزائريه. هذا يعتبر من النخبه، وهذا يعتبر صوت حامل لمشاريع. حب يشارك في المالوف، صوته تاع مالوف تاع كلش تاع التراث الجزائري، مالوف تراث جزائري وهو من اعظم الاصوات الجزائريه. حب يشارك قسنطينه والجزائر الفرحه تاعو، نرحبوا به ولا لا؟ والله كما يقولوا والله أخجلتم تواضعي، والله ما نسيبش كلمات تعبر أكثر من التعبير اللي راكم تعبروا عليا هكذا. وش نقول لك أنا والله حقيقة واش نقول لك، انحني تواضع قدام قسنطينة وقدام مالوفها وقدام الشيء اللي حبيته، رغم اني مانيش من مدينة قسنطينة. هذه هي. والياس مازالك تكرط، الياس مازال حب يسمع استغفار يا خويا. واش ندير لك سلام على الأحباب في القرب وفي البعد،
في قسنطينة جيت في اعمال خاصه هكذايا تاع العائلات وكذا، بصح في مهرجان هذا لاول مره. هذا الشيء على كل حال بحكم ثاني، انا بحكم دراستي الموسيقى وبحكم اني خريج مدرسه موسيقيه. صحيح. نعرف واش من الطبقات الصوتيه اللي توالم كل طبع عنده طبقات معينه توالمه، وهذا الشيء هذا اللي خلاني بالك ربما نعرف نختار الطبقه اللي تناسب هذا الاداء. وجيت انا كما يقولوا بالنسبه لي شغل نسميه تحدي، لانه اديت الموسيقى المألوف مع ناس ابسط واحد فيهم يعرفها خير مني.